دي مورا دكتورة اتولدت بعد ما عاشت ب 200 سنة، ودي الكيربرس السفينة اللي راكباها مورا، وده دانيال جوز مورا اللي عمرها ما قابلته قبل كده في حياتها، واللي تبقى مخلفة منه إليوت ابنها اللي أول مرة تشوفه في حياتها، مع إنها أصلا اللي مربياه وهي السبب إنه يجي السفينة. مورا كمان عندها مشكلة كبيرة في حياتها، إنها ما بتخلفش، عشان كده ما اتجوزتش. ده بقى آيك قبطان سفينة الكيربرس والمتجهة من لندن لنيويورك، واللي عليها كل أبطال المسلسل. اتحرك بسفينة الكيربرس، وفي الطريق لقى سفينة بروميثيوس المفقودة واللي بقالها 4 شهور مختفية وكان عليها حوالي 2000 شخص. وهناك اكتشف آيك حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن هو أول مرة يشوف سفينة بروميثيوس وما يعرفش عنها حاجة. تاني حاجة إن هو نفسه يبقى قائد سفينة بروميثيوس، وهو اللي طلع بيها من لندن وهو اللي فضل فيها لحد ما اختفت. فبكده آيك ركب السفينة ومشي بالسفينة واختفى بالسفينة في نفس الوقت اللي كان راكب فيه سفينة تانية ومشي بالسفينة، ولقى السفينة اللي اكتشف إن هو القبطان بتاعها، وإن هو اللي ركب السفينة ومشي بالسفينة واختفى بالسفينة، وهو أصلا ما يعرفش هو إزاي راح على السفينة. دانيال يبقى جوز مورا بقاله 12 سنة ومخلف منها إليوت ابنه. بعد كده طلع معاها على السفينة اللي ركبتها عشان تروح تقابل أخوها في نيويورك، فهناك شافها لأول مرة في حياته مع إنه متجوز ومخلف منها. فقال لها هاي ممكن نتعرف؟ فقالت له أنا مورا دكتورة. ده بقى إليوت الله يرحمه، يبقى ابن مورا اللي مات، واللي بعد ما مات طلع على السفينة واستخبى في السفينة، وبعد كده اتمسك في السفينة واترمى من السفينة فمات بره السفينة، واتضايق أول ما اكتشف إنه مات فقام مات من الزعل. ده بقى أنخل أحد ركاب السفينة، ومش السفينة بس، بيبقى هربان من أوروبا لأمريكا مع راميرو اللي يبقى اخوه اللي هو مش اخوه، يبقى الخادم بتاعه وعشيقه في نفس الوقت. طب ما ليها حق السفينه تغرق؟ ده انتوا غلبتوا تايتانيك. دي بقى لينجي امراه من الصين واحد ركاب السفينه، بتقتل ميمي صاحبتها اليابانيه بالغلط عشان تسرق مكانها على السفينه، مع انها كانت عايزه تسمها بس، وبعد كده بتغير ملامحها عشان تبقى يابانيه مش صينيه، قال يعني في فرق. وبعد كده بتطلع مع امها على السفينه وبتقابل لوسيان جارها في السفينه، فبيحاول يحكها معاها، فبتقوم ماشيه وسايباه واقف لوحده على السفينه. وبعد كده بتطلع له فيرجينيا جارته في السفينه وبتقول له ايه رايك في السفينه؟ فقال لها سفينه يعني. فقامت فيرجينيا ابتزت لينجي وقالت لها انها شاكه فيها وممكن توديها في داهيه، واجبرتها انها تروح اوضتها بالليل عشان تقابل لوسيان وتوري له مميزات السفينه. لكن لوسيان بيقول للينجي لا انا مش عايز غير اني اقعد معاكي شويه عشان حاسس بالوحده وعايز حد اتكلم معاه. انتي قلتي لي انك يابانيه صح؟ فلينجي قالت له شنغهاي نون. فقال لها ايه؟ قالت له بتعلم الف ب. فقام وقع وجاله صرع، وده اللي خلاه يطلع هو ومراته على السفينه لانه اكتشف انه مريض فراح يتعالج في نيويورك. عشان كده اتضايق لما القبطان وقف السفينه عشان يروح للسفينه، لان ده معناه انه كده ممكن يموت لو اتاخرت السفينه. وكليمنس مرات لوسيان زهقت منه فراحت هي كمان وقفت على سطح السفينه، فقامت قابلت جيروم على السفينه واعجبت بيه. انا عايز اطلع انا كمان على السفينه. فقام جيروم كرفها ونزل من على السفينه، وافتكر اللي لوسيان جوزها عمله فيه قبل ما يطلع السفينه لما كان معاه في الجيش وحبسه وهرب من الخدمه وانتحل شخصيه راجل غني وطلع السفينه. فعشان كده جيروم جه ينتقم منه وطلع هو كمان على السفينه، لكنه لقى القبطان في وشه على السفينه اللي ركبوا المركب معاه وخدوا معاه لسفينه بروميثيوس بعد ما لقوا مكانها. وهناك اكتشفوا حاجه مهمه جدا، ان السفينه بتمشي في البحر. ده هنري سينجلتون ابو مورا، اللي بتكتشف ان هنري يبقى عامل محاكاه مدخل فيها مورا وجوزها وابنها و2000 اخرين، وانه كل شويه يخلق سفينه ويمشي السفينه ويغرق السفينه، فيقوم صنع سفينه تانية وممشي السفينه ومغرق السفينه، وده عشان يعرف مكان المفتاح بتاع المحاكاه اللي هو فيها واللي بنته مخبياه، لان هنري اكتشف ان هو في محاكاه عاملاها بنته. فبكده مورا جوه محاكاه ابوها اللي عاملها، وابوها ده نفسه يبقى في محاكاه هي اللي عاملاها. فبكده مورا عايشه في محاكاه جوه محاكاه جوه محاكاه، وده لان مورا زمان اكتشفت ان ابنها هيموت، فقامت واخده وعيه وداخله بيه في محاكاه هي وجوزها عشان تعيش معاه العمر كله بعد ما مات. وبعد كده المحاكاه كبرت ودخلوا معاه في محاكاه تانية وابوها دخل فيها، فقامت حبس في المحاكاه، فقام عامل محاكاه عشان يكتشف مفتاح المحاكاه اللي بنته مخبياه. فبيلاقي المفتاح بتاع المحاكاه، فبيحاول يخرج من المحاكاه بس بيكتشف ان دانيال جوز بنته غير مفتاح المحاكاه، وبيقدر دانيال فعلا انه يخرج مورا من المحاكاه. فبيكتشفوا ان هم اصلا في محاكاه تانية عاملها كيارين اخوها، واللي بنكتشف انه عايش في سنة 2099 وعامل محاكاة عايش فيها مورا ودانيال وآيك و2000 آخرون في زمن غير زمانهم. ومورا في المحاكاة دي عرفت إن ابنها هيموت، فدخلته في محاكاة جوه محاكاة، ودخلت أبوها معاها في المحاكاة، فقام أبوها هو كمان مدخلها في المحاكاة عشان يلاقي المفتاح اللي هينهي بيه المحاكاة. فقامت هي قفشت إنها في محاكاة، فحاولت تكتشف مين هو صانع المحاكاة. ولما طلع أبوها قالت له بتحاكيني تاني ليه؟ قال لها يا بنتي أنا أصلا عاملك محاكاة عشان أعرف أخرج من المحاكاة اللي أنت عاملاها لي. فمورا قالت له لا تخرج إيه؟ احنا بنتكلم عن محاكاة تعيش العمر كله.
ده كريستر احد ركاب السفينه، ومش السفينه بس، قبل ما يطلع السفينه اتحرش بابن صاحب المزرعه اللي شغالين فيها، فاغتصب الراجل اخته قدامه هو وابوه وامه اللي ما عملوش اي حاجه، وخلى اخته حامل، فهربوا من البلد وركبوا السفينه هو وامه واخته وابوه واخته الصغيره، وهناك اخته ماتت وامه ماتت وابوه مات، وهو نفسه رمى نفسه من السفينه ومات. وده بعد ما مره واحده قرر كل الناس اللي في السفينه يرموا نفسهم في البحر، لكنه اكتشف بعدها انه ما ماتش، وان دي عباره عن تجربه، وانه اصلا ما كانش موجود قبل ما يطلع السفينه، وكل الذكريات دي اتحطت في دماغه بمجرد ما اتحط في السفينه. فبكده الناس اللي في السفينه رموا نفسهم من السفينه، بعد كده ظهروا تاني في سفينه تانيه فرموا نفسهم برضه، وبعد كده ظهروا في سفينه تالته فرموا نفسهم برضه، وبعد كده ظهروا في سفينه رابعه فرموا نفسهم برضه، وبعد كده ظهروا في سفينه خامسه فرموا نفسهم برضه، وبعد كده ظهروا. بتعرف تعد لغايه كام؟ مورا بعد ما ابنها مات، دانيال جوزها طوعها ودخل معاه في المحاكاه قبل ما يكتشفوا اصلا ان هم في محاكاه، وبعد كده كبر معاه المحاكاه. بعد كده عرف ان ابوها دخلها في محاكاه، فقرر دانيال انه يدخل ويبوظها وينقذ مورا من المحاكاه، وبقى يطلع يجري على السفينه ويحاول ينقذ السفينه. ولما كانوا هيقتلوا مورا كان هيضحي بحياته عشانها قبل ما تختفي فجاه من السفينه، وانقذ حياتها من انه ما خلاش تلمس الفيروس المنتشر في السفينه. وبعد كده راحت اعجبت بقبطان السفينه، ولما جوزها حكى لها كل اللي حصل واللي هي اصلا مش فاكراه، قالت له يا حبيبي صدق طبعا، وقامت هوب حبساه في الاوضه اللي بدات منها اول محاكاه، وبصت للقبطان حبيبها وقامت قايله له بتؤمن بالحب من اول مرسى. في نهايه المسلسل بيطلب دانيال من مورا تدور على الرمز بتاع المحاكاه اللي هو المفتاح، فبيقفشهم ابوها اللي بيراقبهم وبيقرر ياخده عشان يطلع من المحاكاه، مع ان هو اللي حاططهم في محاكاه. فهو حاططهم في محاكاه عشان يعرف الرمز بتاع الخروج من المحاكاه عشان هو كمان يخرج من المحاكاه، لكن دانيال بيغير رمز المحاكاه. فبياخد هنري حفيده وبيحكي له حقيقه كل حاجه حصلت في المحاكاه اللي هم فيها، وان امه لما لقيته هيموت عاشت معاه في المحاكاه. يعني اليوت دلوقتي ميت، الله يرحمك يا اسطى حبيبي. وعشان كده هنري عمل المحاكاه دي وخلى بنته تنسى ذكرياتها، وخلى الناس كلهم يركبوا السفينه مع انهم كلهم مش فاكرين هم امتى ركبوا السفينه. وبعد كده قام دانيال دمر السفينه اللي هي المحاكاه، فقامت مورا فاقت وقامت من المحاكاه، وقام جوزها اداها الكود الجديد بتاع المحاكاه عشان تفوق وترجع الواقع، لكنها فاقت واكتشفت ان اخوها اصلا هو صاحب المحاكاه، وانهم في الفضاء بعد 200 سنه من احداث المحاكاه. ده بقى بران بؤودر مؤلف المسلسل اللي ربنا ينتقم منه والشهير ببران اباتريل، وده محمد طاهر. انا اتفرجت على المسلسل وبعد كده حاولت افهم المسلسل، وبعد كده اتفرجت على المسلسل وبعد كده حاولت افهم المسلسل، وبعد كده كتبت سكريبت الفيديو بتاع المسلسل، وبعد كده منتجت انا الفيديو بتاع المسلسل. اعملوا لي فولو بقى، سلام.